السلام عليكم. الاسم ديالي فوزي، انا واحد من الجاليه المقيمه بالخارج وبالاخص في فرنسا. اللي بغيت نهضر عليه اليوم وهو هذه واحد في الصيف كانوا الناس بزاف كيتكلموا على هذه المشاكل ديال الناس ديال الجاليه اللي ما جاوش للمغرب. كيقولوا جاو بكثر، ما جاوش كثار. لا، كانوا جاو الناس حقيقه. الناس ما جاوش كيف العاده، وداكشي اللي ظروف، كل واحد والظروف ديالو. ولكن المشاكل اللي غادي نهضروا عليها وهو المشكل بعدا ديال غلاء الطيران. حنا في القنصليات دائما كناديو وكناشدوا القنصله باش تاخذ الكلمه ديالنا وتوصلها للحكومه على ان الاثمنه ديال الطيران، تذاكر الطيران غاليه بزاف، وباخص بالنسبه للعائلات. كاين العائلات اللي عندها الجوليدات، كاين اللي ثلاثه، كاين اللي اربعه، وإلا جاو يشدوا الطياره راه كتعرفوا التذكيره راه الا خدت غير واحد النظره على قبل من فرنسا كمثال، اولا من بلجيكا اولا من هولندا، راه كتشوف الاثمنه باللي ما كاين على 500 اورو، وهي من 500. هذه بدايه من 500 600. واللي عنده 4 الوليدات راه كتعرفوا. وهذا نداء راه قلناه للقنصله وقلنا هضرنا مع الكونسيل وقال لك غادي يبلغ الرساله، ولكن كنشوفوا ان الاثمنه باقه غاليه. وبالاخص انا كنجرب تجربه، انا جيت حاليا هو في شهر 10 وكنشوف الاثمنه باقه غاليه، وجيت في الطياره يعني واحد الاثمنه ديال 600 700 اورو. زعما بالنسبه لي انايا ولا داك الشيء، راه كاين الناس اللي كيعانيو، ماشي واحد الانسان اللي كاين في يعني في الديار ولا في الهجره راه كاين الفلوس بزاف ولا داك الشيء. راه بنادم حتى هو كيخلص الكرا ديالو، كيخلص الضوء ديالو، كيخلص المدارس ديالو، يعني راه داك الشيء راه داك. وهذا المشكل هذا راه اثر بزاف على الجاليه وعلى المغاربه. ما بقاتش العلاقه شويه، عاوتاني كيصحابوا اللي الجاليه ما بقاوش غيجي، او لا ما عندهمش فلوس، او لا ملي كيجيو هنا كيبقاو يتشطروا ولا داك الشيء. وحنا المغاربه راه معروفين بهذه القضيه هذه، راه فين ما مشينا عزيز علينا كنتاوا وعزيز علينا كنديروا هادشي معروف على الصعيد العالمي. كاع المغاربه راه هكا، ولا ما درناش هكا راه ما كاين لا بيع لا شراء. هذا اولا بالنسبه للتذاكير. عاوتاني كاين الناس اللي كيجيو في الباطوات ولاو غاليين بزاف. عاوتاني بالنسبه للناس اللي كيجيو في الطوموبيلات ديالهم، هذا المشكل هذا راه تطرح عاوتاني على القنصلات كلهم وغادي يديروا، ولكن الاثمنه باقا غاليه. والدليل على ذلك انا بعض الاصدقاء هما جاوا في الطوموبيله وجاوا في الباطو، وزعما هذه راه هذا الوقت هذه راه ما كاينش، ماشي الصيف ولا شي حاجه، يعني الاثمنه باقا غاليه بزاف كذلك. ولكن هذا اللي بغيت نقول، وهو ان المغاربه اللي هنا ولا المغاربه اللي كاين في هجره، كاين واحد الصله، وراه كاين زعما خص الانسان يعرفوا باللي راه ملي كنجيو هنايا راه كنجيو لديورنا، كنجيو لبلادنا، كنجيو فرحانين، كنجيو ولو ان كاين العراقيل، كاين مشاكل عائليه، كاين مشاكل يعني اقتصاديه، ولا كاين بزاف ديال الحوايج. راه خصك تعرف بان الجاليه المغربيه راه على الاقل كل واحد راه كيجيب 10 ديال المليون، ولو انه كيتشطر وكذا، راه كاين اللي كيجيب 10، كاين اللي كيجيب 6، راه كلها كيخليها هنايا. كاين الناس اللي كيجيو يشريو الدور ديالهم، كاين الناس اللي كيجيو كيعاونوا العائلات. بالنسبه للعائلات راه خصك تعرف اي مهاجر كاين تما راه كل واحد فيهم هاز عائله هنايا. اي واحد، انا كنعرف الاصدقاء بزاف، كنعرف بزاف ديال الناس كلهم واش عندهم واحد يعني واحد شويه ديال الفلوس كيصيفطوهم لعائلاتهم كل شهر. وبالاخص الا الزوجه كتصيفط هي لعائلتها والزوج كيصيفط لعائلته، راه حتى هذه ميزانيه، وهذه بحد ذاتها راه عمله كتدخل البلاد وكذا وداك الشيء، راه يعني كتعاون البلاد في الاقتصاد ديالها وفي داك الشيء. ولهذا كنقول هذا واحد النداء ديالي لوزاره السياحه، وهذا واحد النداء ديالي لوزير السياحه بالاخص، بانه باش حاولوا يراجعوا عاوتاني الاوراق ديالهم بالنسبه للجاليه، لان الجاليه كتدخل العمله الصعبه وداك الشيء، ويحاولوا يتعاونوا معاهم بالنسبه للتذاكر ديال الطيران، بالنسبه للتذاكر ديال الباطو، بالنسبه بزاف ديال الحوايج. هادو مسائل خصهم يتراجعوا ويشوفوا ويتهلاو، وما ينساوش بان المغاربه راه ملي كيجيو هنايا راه واحد ليستيريا، واحد الفرحه اللي كتكون عندهم، وكيضربوا الطريق وكذا، وكيخدموا 11 شهر
كيكون عندهم واحد الشهير واحد كيجيو عندهم. بالنسبه للناس اللي ما كيجيوش انسان راه ماشي ما جاوش لان لي ظروف، ماشي كلشي الناس خدامين، ولا كتا اللي خدام راه كيكون ظروف ديالهم ديال وليداتهم وكذا. المهم كاينه واحد الفرصه دابا ان شاء الله، كاينه فرصه ديال هاد كاس افريقيا، وانا كندي واحد النداء للسي القجع، لاننا حنا الجاليه اللي في المغرب دخلنا للسيت باش ناخذوا الاوراق ديالنا والتذاكر ديالنا باش نجيو نحضروا المقابله ان شاء الله في مواد ديسمبر في شهر 12 ان شاء الله، لان المناسبه ديال الوليدات ديالنا ما كاينينش في المدرسه وبغينا نجيو حتى حنايا وكندخلوا للسيت، وليداتنا كيدخلوا للسيت وباقي لحد الان انا كنهضر معكم لحد الان باقي ما خداوش التذاكر ديالهم، وكنتمنى على الله ان هذا المشكل ديال التذاكر يتحل. وبالنسبه للطيران حتى هما باش نجيو نواكبوا حتى حنا ونكونوا عاوتاني مع المغاربه ديالنا ونحتفلوا. وواحد القضيه بالنسبه للناس اللي ما غاديش يجيو، راه حنا حتى تما غادي نحتفلوا بالوليدات ديالنا وغادي نحتفلوا مع الشعب المغربي اللي هو خونا وخوتنا. وحنا راه دائما الشعار ديالنا راه شعار واحد، هذا راه ما كاينش اللي غادي يحيدوا لنا، الله الوطن الملك. هذه راه دائما كنقولوها وفرحانين ومعتزين بالرايه ديالنا، ونتمنوا على ربي ان هذه الامور هذه تقاد ونجيو الوليدات، بالاخص الوليدات ديالنا راه بغاو يجيو يشوفوا كاس افريقيا ان شاء الله، ونتمنوا ان الامور تعدل وكل شيء نجيو. واول حاجه انا كنشكر المغاربه لاننا حنايا ملي كنا تما شفناهم خرجوا هذه الفرحه هذه، وحنايا راه معاهم ان شاء الله، وحتى حنا غادي نخرجوا. حتى بالنسبه للناس اللي ما جاوش كاس افريقيا غادي نخرجوا ان شاء الله وغادي نحتفلوا، وكلنا يد في يد، كلنا عندنا كلمه واحده لا غير، الله الوطن الملك. وكنشكر الجميع، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.